السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم معايا في فيديو جديد. أنا علياء ودي قناتي. يلا بينا نبدأ على طول الروتين بتاعنا صباحي، وكان يوم جمعة، فكنت قررت إن أنا أعمل شوية حاجات حلوة كده للولاد عشان يصحوا يفطروا بيها على طول. يلا بينا كده نسمي الله ونبدأ على طول مع بعضينا. معايا هنا المقادير بتاعتي: كوباية من اللبن، لبن دافي يعني أو بدرجة حرارة المطبخ على حسب ما تحب يعني. وبعدين بحط نصها في البولة معايا. وبعدين باحط بقى معلقة من الخميرة دي خميرة عجين مش خميرة فورية. هاضيفها بقى، وهاضيف معاها معلقتين من السكر زي ما أنتم شايفين كده. وبعدين بقى باقلبهم كده حلو مع بعض، تقليبة حلوة بحيث إن السكر يدوب والخميرة كمان بتاعتي تدوب شوية. وبعدين بقى يعني بتكون متقلبة حلوة أوي. وبعدين بقى يا حبايبي باضيف معاها معلقتين من الدقيق، من نفس الدقيق اللي أنا هاعمل منه المعجنات دي يعني. وبعدين بقى باقلبهم مع بعض واسيبهم يرتاحوا لمدة ربع ساعة. بافتح الفرن البوتاجاز وادخلها في الفرن وهي مطفية، وباسيبها لمدة ربع ساعة وباطلعها. بتكون الخميرة يعني اشتغلت حلو كده معايا، وابدأ على طول بعدين أعجن فيها حلو أوي. طيب انا كده العجينه بتاعتي خلاص، الخميره بتاعتي اشتغلت يعني. فهضيف كوبايتين من الدقيق او الدقيق الباقي عندي يعني. واضيف رشه من الملح، واضيف كمان معلقه كبيره من كريم الشانتيه. الكريم الشانتيه على فكره بيعمل تيست حلو قوي قوي في المعجنات. لما استخدمته في الدوناتس كان عامل تيست حلو قوي قوي. معايا معلقتين كبار من الزيت، وهبدأ اعجن. معايا كمان فانيليا. بعد ما عجنتها كويس بدخلها الفرن لمدة ساعة أو أكتر، على حسب ما تخمر. دلوقتي بقى روتين للعناية بالمنطقة الحساسة. أول حاجة بعملها إن أنا بدخل تحت المية لمدة ربع ساعة أو أكتر، مية دافية. وبعدين بقى بغسل بالغسول بتاعي المنطقة كويس. لازم المية تكون دافية على قد ما تستحمليها عشان المسام بتاعتك تتفتح، وعشان خاطر الدنيا تكون أهدى معاكي لما تستخدمي السويت لإزالة الشعر. بعدين بنضف المنطقة كويس بالليفة بتاعتي المغربي. وبعدين بقى بعمل مقشر حلو قوي 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 هيعجبكم معايا. تعالوا كده بينا نعمل مع بعض وصفة التقشير. عايزة تشتري المقشر بتاع ستارفل او ستاركل، ده حلو برضو مش وحش، وتمنه رخيص مش غالي. بس انا عايزة اقولك على حاجة: الوصفات الطبيعية بتعمل مفعول احسن من يعني المقشر الطبيعي بيعمل مفعول احسن من المقشر اللي بتشتريه من بره. جربي واحكمي. معايا هنا معلقتين من السكر، ومعايا معلقة من البن، ومعايا معلقة من الشوفان. عندك ترمس مطحون، حط ترمس مطحون، هيعمل مفعول حلو وكمان بينضف حلو قوي الترمس المطحون. وعندي كمان معلقتين زيت بقى ورد، زيت زيتون، زيت اكل عادي من بتاع البيت، اي زيت انت تحبيه. والمقشر بتاعنا بقى جاهز. وبعدين بقى
باستخدم المقشر بتاعي بحركات دائرية لمدة 10 دقايق حاجة كده. لازم التقشير بيخلّي إزالة الشعر أخف شوية، وكمان مش بتحس بالألم كتير، وكمان بينضّف يعني بينضّف المنطقة أحسن بكتير، وكمان بيفتّح. خطوة التقشير دي بتخلّيكِ كده زي خطوة البنج بالضبط. يعني أنتِ لو عايزة تحطّي بنج ممكن تعملي المقشر ده بصراحة هيدّيكِ مفعول كده يعني سهل كده، ويخلّي إزالة الشعر سهلة وبسرعة سريعة، مش هتحتاجي كتير. بعد التقشير بقى تغسلي المنطقة كويس أوي بالمَيّة الدافية برضه، مش هنستخدم مَيّة ساقعة أبدًا. وبعدين بقى هننشفها كويس جدًا، جدًا. وبعدين بقى نمسك السويت بتاعنا أو الحلاوة بتاعتنا، وهنمشّيها بقى على المنطقة، يعني حتّة من الناحية دي وحتّة من الناحية دي، بالراحة على نَفْسِك، ما تتخضّيش. يعني لو أول مرّة تعملي السويت ما تتخضّيش. أمّا بقى لو على العملية القيصري، فأنا كنت باخاف من الموضوع ده، فبصباعِك كده ومشّي بإيديكِ، ما تقلقيش من الموضوع يعني. بصباعِك كده شيلي شعراية، شعراية، مش هتحسّي بأي حاجة. بس كده يا حبايبي. بعد ما تخلّصي بقى رطّبي بالمرطب بتاعِك اللي هو أنا عندي zinc oil، أو أي مرطب أنتِ عندِك، بنسولول أو أي حاجة. بعدين بقى كانت الخميرة بتاعتي خمرت، فحبيت إن أنا أبدأ فيها على طول. ف عملتها كده، فردتها على الصينية عندي. وبعدين بقى هاجيب كوباية صغيرة على حسب الحجم اللي أنتِ عايزاها بقى. كوباية صغيرة كده، وهامسكها هاعملها دواير، دواير. وبعدين بقى ه ه هاقل ه هامسكها، هاعمل لها كور واحطها جنب بعضها عشان تتعمل خلية النحل حلوة أوي. زي ما أنتم شايفين كده، بصوا، واحدة، واحدة هتطلع معاكِ جميلة، وهتطلع بنفس الحجم اللي أنتِ عاملاها، يعني مش هتطلع واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. حاولي على قد ما تقدري إن أنتِ تضبطيهم. هي الكوباية بصراحة بتضبط معاكِ، بتخلّيها مضبوطة أوي. وبعدين بقى هنخلّص الصينية كلّها. بعدين بقى بالمرّة، أنا ما دام هاشغّل الفرن، قُلت بالمرّة أعمل صينية كيكة بسرعة على السريع كده. معايا بيضة، ومعايا كوباية من نُص كوباية من اللبن، ونُص كوباية من السمنة أو سمنة على زيت، ومعايا كوباية من السكر، ومعايا كمان كوبايتين من الدقيق. وهاقلّب بسرعة كده من غير ولا مضرب ولا hand blender ولا حاجة، بالمضرب اليدوي عادي جدًا. هاضربهم مع بعض. أهم حاجة السكر يدوب، أهم حاجة وأنتِ بتعملي الكيكة السكر يدوب عشان ما يعملكيش نُقط بُني كده في الكيكة. هاحط الزيت، وهاحط اللبن، كمان حطيت البيضة. كانش عندي غير بيضة واحدة بصراحة، وكمان طلعت زي الفل، يعني الكيكة طلعت زي الفل. وكمان حطيت البيكنج باودر، وحطيت كوباية الدقيق. بس الصراحة الدقيق باحطه يعني حبة، حبة، مش باحط الكوبايتين مرة واحدة، علشان خاطر نوع الدقيق بيختلف. وكمان مش عايزاها تكون عجينة سميكة. الكيكة لمّا بتكون عجينة خفيفة بتطلع خفيفة، وتطلع هشة جدًا، ومش بتنفجر في النُص زي الكيكة لمّا تكون سميكة. وعشان كده حطيت لها معلقتين لبن تاني. وبعدين بقى هاحطها في فرن على درجة حرارة 180، والحمد لله بنتي صحيت. الطاسة طبعًا تيفال، الصينية تيفال، فعشان كده هي بتدّي لون وبتتحروق من قبل ما تستوي. فعشان كده حطيتها في صينية تانية، وادخّلها الفرن بالمرّة عشان خاطر تاخد اللون بقى بالراحة كده تبع الصينية اللي هي فيها. وبعدين بقى دخّلتها الفرن على درجة حرارة 180. هاعمل هنا صوص الشوكولاتة، معايا كوباية ونُص من اللبن. حطيت عليهم سكر بقى على حسب التحلية. حطيت عليهم معلقتين كريم شانتيه، ومعلقتين نشا، ومعلقتين من الكاكاو. هاقلّبهم كويس أوي، أوي، وأحطهم على البوتاجاز على نار هادية. وبعدين بقى أحط قطعة صغيرة من الشوكولاتة الخام عليهم، هتدّيكِ طعم تحفة من الآخر. الكيكة طالعة الحمد لله ما شاء الله، عالية كده وجميلة، والحمد لله هشة جدًا. عايزة أقول لكم، مش يعني ما عرفتش أقطّعها أصلًا، كانت عايزة تبات شوية في التلاجة. بس بنتي ما كانتش صابرة يعني، أول ما صحيت على طول كانت عايزة على طول كيكة أول ما شافت الكيكة. ولازم باحط عليها شوكولاتة عشان خاطر بنتي برضه بتحبها بالشوكولاتة. عملت الكيكة، وعملت خلية النحل، وبصوا الاتنين طلعوا زي العسل. والحمد لله برضه خلية النحل طلعت تحفة، حطيت عليها برضه شوكولاتة. ما كانش لو كنت عايزة تحشيها جبنة خزين ممكن، بس أنا بصراحة ما كانش عندي، فعملت
النوعين دول من الحلويات تحفة بصراحة، وطلعوا زي العسل الحمد لله. بصوا الكيكة طالعة هشة وبيضة واحدة بس، طلعت فظيعة. عايزة اقول لكم قطعتها بالعافية، يعني كانت عايزة هي تبات في التلاجة او حاجة كده عشان خاطر اعرف اقطعها، لان بصوا عاملة ازاي، يعني هشة جدا وما فيهاش فراغات وجميلة قوي. تحفة خفيفة كده ولذيذة جدا. بس يا حبايبي كده، لو عجبكم الفيديو متنسوش باللايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.